ازيكم يا بنات، اهلا بيكم في كورس تعليم الكروشيه من الصفر. عملنا مع بعض في الفيديو اللي فات السلسله وازاي بنعمل عقده البدايه. النهارده ان شاء الله في الفيديو هنتعلم مع بعض اهم غرزه وهي غرزه الحشو. غرزه من الغرز اللطيفه جدا والسهله جدا، وبنحتاجها كتير جدا جدا في شغل الكروشيه. ده بيكون شكلها، شرحها سهل جدا وبسيط وان شاء الله هنتعلمها بسرعة. في الفيديو اللي فات طبعا عرفنا ازاي بنمسك الخيط، ازاي بنعمل عقدة البداية. للي ما شافش، كل اللي احنا هنحتاج ان احنا نعمله ان احنا بنعمل دايرة كده وبناخد الخيط جواها. طبعا الفيديو اللي فات فيه شرح اكتر من كده، تقدروا ترجعوا له. همسك الخيط من الجزء دوت علشان اثبت كويس، وهبدأ ان انا اعمل سلسلة 2 3 4 5 6، وهبدأ ان انا اثبت شغلي وانا طالعة، وهعمل عدد سلاسل اللي انا محتاجاه. ده طبعا بيرجع للقطعة اللي انتوا عايزين تعملوها. ده بيكون شكل السلسلة في العموم. هرتفع كمان شوية عشان بس الغرزة لما نيجي نشتغل عليها تكون ظاهرة ليكم كده. دلوقتي انا عملت سلسلة اللي هي ايه، خط البداية. هبدأ دلوقتي في تشكيل غرزة الحشو. أول حاجة لازم أنا أعرفها إن أنا لازم أعمل سلسلة بعد السلاسل اللي أنا عاوزاها. يعني أنا عملت عدد من السلاسل مثلا 15 سلسلة، هرتفع كمان واحدة عشان يبقوا 16. السلسلة بقى ال16 دي أنا ما بشتغلش فيها خالص ولا باجي يمتها في الشغل. السلسلة دي كل هدفها بس إن هي هترفعني شوية لفوق، بحيث إن أنا أدي طول للغرزة ما تبقاش مشدودة لتحت. فأنا هعمل خلاص هشتغل على 15 سلسلة، هزود السلسلة ال16 وهسيبها أتجاهلها تماما في الشغل. تمام، أنا كده عملتها. دلوقتي بقى هبدأ إن أنا أشتغل في السلسلة اللي بعدها على طول. شايفين هي هنا هنزل فيها. هنزل فين بقى، بدخل فين بالظبط؟ بدخل في حرف الفي اللي بيتشكل عندي. شايفين السلسلة بتكون عبارة عن حرف 7 كده ورا بعض ورا بعض. أنا هدخل في قلب حرف ال7 ده هنا بالظبط في المنطقة دي. يبقى أنا أول حاجة هتجاهل أول سلسلة أنا عملتها، وهدخل براس الإبرة في حرف الفي. مش بلف الخيط ابدا على الابره، الحشو مفيهوش اي حاجه، انا بس بدخل وبسحب الخيط. شايفين اول ما بحط الابره بس بتشبك على طول في الخيط. سحبت الخيط. دلوقتي بقى معايا لفتين على الابره، عايزه طبعا اخلصهم عشان انت اللي بعدهم، فهطلع بيهم مره واحده كده. اول غرزه حشو. شايفين هي بسيطه خالص مفيهاش اي شغل. هدخل في قلب حرف الفي، هشد الخيط معايا كده دلوقتي لفتين بالظبط على الإبرة، هطلع منهم مرة واحدة. هستمر في ان انا اعمل كده حرف الفي، لفتين هطلع منهم مرة واحدة. حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم تتعلميها في الكروشيه، انك تكوني طويلة البال شوية، لان هو بيحتاج شوية صبر، وكمان محتاجة انك تغذي عينك بطريقة الغرز نفسها، لان ده هيساعدك في ان انت تبقي فاهمة الابرة بتدخل ازاي، بتتمسك ازاي، بتعملي ايه بالظبط فيها. فانت محتاجة انك تتفرجي على فيديوهات كتير علشان تكون ايديكي خفيفة في حاجة زي كده. اتمنى ان الصورة تكون واضحة والشكل والشرح يكون كمان واضح. انا كل اللي بعمله في الغرزة تاني ان انا بدخل في حرف الفي، بسحب خيط، بيبقى عندي لفتين على الابرة وبطلع منهم مرة واحدة. دلوقتي هكمل بس معاكم السطر عشان اوريكي لما تيجي تشتغلي. يعني كده انا خلصت السطر، في السطر التاني بقى المفروض ان انا اعمل ايه بالظبط. الغرزة دي مش بتديكي ارتفاع قد ما بتديكي مساحة ضيقة. يعني ايه مساحة ضيقة؟ يعني ما بتديش فواصل كبيرة اللي هو فتحة كده تحسي ان في فتحات ما بين الغرزة والتانية، لا، ما بتديكيش الحاجة دي. دلوقتي انا
خلصت السطر الاول هعمل ايه بقى، هاخد سلسلة واحدة برضو ارتفاع زي اللي خدناها في الاول، وهقلب الشغل على الاتجاه التاني عشان هرجع بالعكس. طبعا بيبقى عندي برضو نفس حرف الفي قدام مش لورا يا بنات، عشان في حرف تاني في الظهر. لا انا عايزة الفي اللي قدامك اللي ظاهر قدامك بالظبط، وهدخل في قلبه. ونركز واحنا بندخل فيه لاني ممكن الابرة تدخل في الغرزة نفسها. في حرف الفي وفي تحته منه بيكون في جزء كمان في فتحة كده، انا مش عايزة ادخل في الفتحة اللي في الغرزة، انا عايزة ادخل في حرف الفي. شايفين هنا في هنا اهي فتحة، يعني ممكن لو انت مش مركزة تدخلي فيها من غير ما تاخدي بالك ان دي مش المكان الصح. فعشان بس ما تلاقيش السطر عوج منك او بقى حتة طالعة وحتة نازلة، نركز في المكان اللي الابرة بتدخل فيه كويس. زي ما قلتلك قبل كده غرزة الحشو بتديكي سماكة شوية، يعني ده يعتبر اقل فراغات ممكن تلاقيها في الغرز، هتعرفي ده بعدين قدام لما نتعلم غرزة العمود والعمود بلفة واتنين وتلاتة، انه قد ايه في فرق. هي من الغرز الجميلة المتينة، بتاخد معاكي وقت، بتاخد معاكي وقت كتير، لكن خصوصا لو هتشتغلي على لبس مثلا، على جاكيت، على كارديجان، هتشتغلي على حاجة بتكون ضيقة وتقيلة سميكة كده فيها، بس بتاخد وقت معاكي، وقت محترم يعني. دي بتكون نتيجتها، دي نتيجة سطرين شغل. هعمل شوية ارتفاع بحيث ان انا اظهر لكم بس الشكل النهائي بتاعها بيكون عامل ازاي. ده شكل القطعة دي، تلات سطور منها. هدخل لون تاني بحيث ان احنا نكون واضحين اكتر او نفهم اكتر انا كان قصدي ايه، وبالمرة نتعلم مع بعض ازاي لو عايزة ادخل لونين ورا بعض اتعامل معاهم. دلوقتي انا الخيط الابيض معايا اهو، طبعا مش مربوط، انا مش هربط، ما بعملش عقد في غرز الكروشيه، عشان يبقى سهل ان انا لو اتلخبطت ارجع افك تاني. بص هتعملي عقدة بداية، يعني انت دخلتي اهو، اتجاهلي بقى ان انت في الخيط النبيتي ده خالص، اعملي لي عقدة بداية. تمام. قد يبدو ان هو الدنيا فكة كده ومرحرحة، بس احنا يعني هنشد الدنيا دلوقتي. انتي خلاص عملتيها اهي، شدي بقى، هتلفي لورا كده في خيطين، الخيط النبيتي شديه جامد، والخيط الابيض برضو شديه جامد، هتلاقي ان الدنيا مسكت معاكي. الخيط ده بيتنضف ازاي؟ ده بتاخديه معاكي وانتي شغالة، هنعرف ده في حاجة تانية. بس هو حاليا دي الطريقة ان انتي تربطي الخيطين ببعض من غير ما تقصي الخيط، ومن غير ما ترجعي تربطي تاني، وانك تبهدلي شلة الخيط، لان انتي لو قصيتي خلاص كده انتي يعني يعتبر رميتي الخيط في الارض، لو اتلخبطتي او حاجة هيبقى الموضوع صعب عليكي. يبقى تاني كل اللي انا بعمله بدخل في حرف الفي، وبيبقى معايا على السنارة حلقتين، بدخل منهم الاتنين مرة واحدة، اخدهم كده مرة واحدة. شايفة يعني يعتبر الفرق دلوقتي واضح، او الشكل بتاع الغرزة نفسه واضح شوية. حرف الفي اللي هو تحت ده اللي انا اقصد عليه انك ما تدخليش فيه، انا عايزة الخط، حرف الفي اللي هو على الخط اللي فوق. شايفين الحركة دي كمان؟ بصي
ما تاخديش فتلة واحدة وانتي بتشتغلي. الفتلة دي هتلاقي ان الدنيا مرخرخة خالص معاكي. لا، احنا بناخد الفتلتين، احنا بندخل في قلب الغرزة، في قلب حرف الفي، مش بناخد فتلة واحدة منه. تمام. ده يمكن اللي بيميز غرزة الحشو ان هي متينة. ده شكل الغرزة. هي بسيطة خالص وسهلة جدا كمان، مش محتاجة شرح وهري كتير. أتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتعلم مع بعض غرزة العمود، فذاكري كويس.